هذا سلم باب الكعبة. لما كانوا يفتحوا باب الكعبة يحطوا هذا السلم عشان يصعدوا فيه. هذا السلم قديم جدا، يعود تاريخه إلى 1240 هجريا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، زي ما هو الخشب نظيف ما شاء الله تبارك الله. هذا الحجر اسمه الحجر الشمسي، كان موجود في المسجد الحرام مزخرف. لو تلاحظ مكتوب هنا بسم الله الرحمن الرحيم، هنا سورة الناس قل أعوذ برب الناس، وهنا سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وهنا سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق. هذا الحجر عمره تقريبا أكثر من 250 سنة، كان موجود في المسجد الحرام. باب الكعبة شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هذا باب الكعبة كان راكب في الكعبة قبل الباب اللي راكب الحين. ما شاء الله تبارك الله. وصلنا لقسم فيه ذكريات جميلة. هذا الخشب، الناس اللي هم مواليد الثمانينات يعرفوا هذا خشب مظبوط، كان في الكعبة يطوف الناس فيه. شايفين؟ بعد كده تطور الوضع وصارت العربات بهذا الشكل. بعد كده العربات اللي احنا نعرفها الحين، والحين ما شاء الله تبارك الله عربات الكترونية بهذا الشكل. زمان طبعا كنا ندخل تحت بئر زمزم، كنا نشوف بئر زمزم، كان هذا مدخل بئر زمزم للرجال وهذا النساء. طبعا الناس القدامى يعني مواليد الثمانينات اللي زي كده يعرفون هذا الشيء. بهذا الشكل كان بئر زمزم بالداخل، هذه المكان اللي تسحب المويه من جوا، كنا نشوفها بعيوننا. كان زي كده من الداخل تشرب مويه زمزم بالبرادات هذه مباشرة من بئر زمزم. زمان واجهات الحرم، بيبان الحرم كانت بهذا الشكل، اللي هي التوسعة القديمة قبل توسعة السعودية. وهذه واحدة من النسخة الأصلية تبع الزخارف اللي كانت موجودة على مداخل المسجد الحرام. طبعا هذه مرة قديمة، هنا مكتوب فيها بالتفاصيل يعود تاريخها إلى 984 هجريا. هذه الصورة توضح مقصورة مقام إبراهيم، كانت زمان عبارة عن غرفة وكانت تضايق الناس اللي يطوفوا خاصة أيام الحج ورمضان. بعد كده صارت بهذا الحجم، وبعدها جددوها بهذا الشكل، والحين هي بهذا الشكل مزخرفة ومزبطة زي ما انتم تشوفوها الآن في الحرم. هذه المقصورة اللي أول ما تحولت من غرفة إلى هذا الشكل، هذه الحين موجودة في هذا المتحف، هنا موجودة أهو، هذه هي نفسها.